السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين الحمد لله. غيبت عليكم واحد شويه، عارف، سمحوا لي، ولكن ظروف الخدمه وكذا الانسان ما كيسالش باش يدير فيديوهات، ولكن كما كتشوفوا كنغسل في الطوموبيله، كنقاد فيها ان شاء الله استعدادات للمغرب. هذا العام مشغولين شويه مع المغرب، ان شاء الله الى كتاب غادي نهبطوا للمغرب وغادي نشارك معكم هذه الرحله هذه ان شاء الله. راك عارفوا دوك القوالب ديال الرحله والطريق كيفاش دايره، فين تقدر تعمر رخيص، فين بلاتي ندور لهاد الجهه. هاد الجهه ما فيهاش الضوء، بلاتي يمكن هاد الجهه شي شويه فيها الضوء، تما ما كانش. كما قلت لكم غادي نشارك معكم هذه الرحله هذه ديال المغرب ان شاء الله، وغتشوفوا مثلا البلايص اللي تقدر تعمر فيها المازوط رخيصه. المهم بزاف الحوايج اللي نشاركوها معكم ان شاء الله باش تستافدوا منها، واي واحد غادي يشاد الطريق للمغرب حتى هو يستافد من هذه المسائل هذو ان شاء الله. وكنتمنى لاي واحد غادي يشاد الطريق للمغرب او لا راجع الله يوصلوا على خير ان شاء الله. والناس اللي ما مشاتش هذا العام هذا عام اخر ان شاء الله، انتم معنا في هذا الفيديو كما قلنا نوريكم استعدادات ان شاء الله مرحله بمرحله، ما تمشيوش بعيد. خوت السلام عليكم، كما كتشوفوا حنا سدينا الطريق دابا تقريبا شي، المهم خرجنا تقريبا مع شي 6 الصباح من الصباح بكري، ودابا غاديين ان شاء الله. كل واحد غادي يشاد الطريق الله يوصلوا على خير ان شاء الله. المهم بالنسبه للمازوت كنت عمرت البارح تقريبا بشي اورو 95، يعني طلع اليومين الاخر طلع كان كيدير غير بشي اورو 85. المهم هاد اليومين طلع عمرت البلان. ان شاء الله غادي نشوفوا في فرنسا حتى هو واش نفس الثمن، وفي اسبانيا واش نفس الثمن ان شاء الله. كنا كنتبعوا بعض اليوتيوبرز اللي ديال فرنسا وديال اسبانيون تيقول لك بانه كاين في فرنسا كاين تعمروا في توتال انرجي اللي كتكون رخيصه، هي تابعه للدوله ودايره تخفيض، يعني الدوله اللي دايره تخفيض في توتال انرجي ديال فرنسا. اما في ديال اسبانيون قال لك سيدي الدوله هي اللي حتى هي دايره تخفيضات، كيف ما دايرين تقريبا معظم الدول اللي في اوروبا دايرين تخفيضات، حتى اسبانيون حتى هي دايره هذه القضيه هذه. ولكن واحد المساله اللي ما كينتبهوش لها خوتنا اللي كيكونوا شادين الطريق، هو انه ملي كتجي تخلص هذاك التخفيض اللي دايره الدوله ما دايرينوش زعما ديريكت كيتقطع لك ديريكت، وانما كيرجعوه لك فلوس. بحال مثلا ملي كتعمر 100 الاورو ديال المازوت تيرجعوا لك مثلا داك النسبه مثلا 12% ولا 15% كيرجعوها لك، تيعطيوها لك يعني فلوس، كيرجعوا لك مثلا 15 اورو ولا كذا. واللي ما عارفش هذه المساله والاغلبيه ما عارفينش كيدوخوا عليهم هذوك اللي في بومبه ليسانس، كيدوخوا عليهم وتيشدوهم هذوك الفلوس هذا وما كيرجعوهمش للناس. ملي تكونوا في اسبانيون ان شاء الله ملي تخلص وتسالي قول لهم انه رجعوا لي الفلوس ديالي، قول لهم انا عارف في اسبانيون كيفاش يقولوا لها واقيلا سكونتو، سمعت انا شي واحد في اليوتيوبرز كيقول سكونتو، بور فابور سكونتو، يمكن هكذا نتمنى تكون نطقتها صحيحه، وهما كيرجعوا لك دوك الفلوس ديالك. المهم مشكورين هاد الخوت هادو اللي كيديروا هاد المجهودات هكذا في اليوتيوب كيحطوا لنا هاد المعلومات، حتى ان شاء الله نشوفوا واش هاد الشيء يعني نتحققوا منه، نشوفوا واش داك الشيء يعني باقي ولا ما باقيش ولا بصح كاين. ايوا ها نتوما معنا في الطريق ان شاء الله، غادي نشاركوا معكم كاع المراحل. خوت حنايا من بعد واحد 3 السوايع تقريبا شي صغير دخلنا لفرنسا كما كتشوفوا. هذه هذيك القنطره ديال ستراسبورغ، دخلنا الحدود ديال فرنسا كما كتشوفوا، حتى البلايك بداو كيتغيروا، ما كاين لا حدود لا والو. المهم هاد التجربه هذه بغينا زعما نوصلوا للناس اللي مثلا اللي ما زعماش عمرها دارت الطريق وكتفكر دير الطريق وما كتعرفش كيفاش يعني فين غتمشي ولا غتجي. الحمد لله دابا حاليا راه النافي راك عارفين في التليفونات كلشي عندهم، كتبقى غير المساله ديال مثلا شحال المصاريف ديال الطريق، شحال خاصو باش من هنا حتى المغرب يوصل. داكشي علاش درنا هذا الفيديو هذا باش نوضحوا لكم كل شيء. المازوت ولا الديزل خليناه في الالمان،
كيدير تقريبا في لوطوروت داير بشي 2 اورو و30 2 اورو هكذا، 25 2 اورو 30 باش خلينا في المانيا. البلان ديالي الاول باقي ما زدتش، بغيت ندخل فرنسا ونشوفوا يعني واش بصح كاين شي تخفيض ولا شي حاجه من الدوله، ونشوفوا ان شاء الله. بالنسبه للطوموبيل على حسب كل واحد كتاكل له. الطوموبيل انا عندي شويه كبيره، وحتى الرويد عندي شويه عراض، يعني كتاكل المازوت صراحه، ماشي بحال الطوموبيل عادي. ديما الا كان غيديك مثلا 2 بلانات للمغرب، انا عندي الطوموبيلات تقدر 4 البلانات، يعني ديما ضربها بجوج، 4 البلانات حتى 4 ونص حتى المغرب ان شاء الله. هذاك الشيء علاش شويه هادي عندي كتاكل، ولكن فيها خير. غادي نشوفوا ديك القضيه اللي قلت لكم ديال توتال انرجي، غادي نقلب على بومبه ليسانس ديال توتال انرجي، نقلب عليها هي الاولى، نعمر فيها. باقي عندي صراحه شي تقريبا نص في الطوموبيله، ونشوف واش كاين رخاء على الالمان او لا غلا من الالمان. المهم بدينا في الخلاصات. انا دابا في فرنسا، هنايا الطوموبيله عادي كما كتشوفوا في الورقه هنايا حدايا 2 اورو و90. ديك القضيه ديك البياسه ديال اللي كتسكاني وكدوز، كنت غادي نشريها من واحد الاجونس، الساعه ما لقيتها بعيده يعني خارجه من لوطوروت. نشوف الا لقيتها هنايا في لوطوروت. هي صراحه كتقدر تدوموندي عليها ملي تكون زعما في الالمان، كتوصلك في ما بين 3 ايام حتى 5 ايام، وتيقطعوا لك من الكونط. ولكن صراحه نسيتها، ما دومونديتش عليها، ولكن فيها خير. غنشوف نزيد هنا قدام الى لقيتها. الصراحه كتنفع. انا لاحظت هنايا، شوف عرفتي دوك اللي عندهم الكارطه كلهم كيلحق وكيدوز، ما كيوقفش كاع. وهنايا راه شحال من واحد دابا كيكون تيغلط حتى كيرجع مارشاريان وتيخلي لك هنايا كلشي مبلوكي. زعما صراحه صعيبه شويه الحال. كما كتشوفوا هنا الكازوال داير 2 اورو و3 سنت، خلينا في الالمان 2 اورو و30 2 اورو 35. يعني جميع المحطات هنا ماشي غير ديك توتال انرجي، وانما في جميع المحطات كلهم مرخصين. يعني كما كتشوفوا فرنسا معروفه بالغلا ديالها، ولكن سبحان الله داك التخفيض اللي دايره الدوله راه مهبط يعني الاثمنه. نزيد واحد شويه وندخلوا الوليدات يتغداو، بين ما جاو نرجعوا شويه يتغداو وارتاحوا حتى حنا شي شويه. نصيحه الخوت، الانسان ملي تيخرج من دارو يسد بابو، في ديك الوقيته كتبدا العطله، ما خصوش يبقى يجري 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 باش يوصل للمغرب. انت وصلتي للمغرب شنو يعني نهار زايد ولا سويعات زايدين ولا ناقصين، ما غتستافد حتى لعبه. اللهم الانسان يمشي بشويه عليه، كل 4 سوايع 3 سوايع 4 سوايع، وقف ارتاح مع راساتك، خلي الدم يتحرك في الداز ديالك، باش ما تبقاش كل ساعه اي ظهري اي رجلي. بنادم يتحرك، يصلي شويه، يبدل الجو، يمشي يغسل وجهو وكذا. كما كتشوفوا هنايا جينا لليون. المهم دخلنا لوسط المدينه باش ناكلوا شي شويه حاجه سخونه ولا هذا، بنادم راك عارف مع الطريق. هو كيما كاين هنايا الصراحه، كاين هنا بزاف المحلات تاع الحلال ديال التوانسه. هنا اغلبيتنا في مدينه ليون كاينين بزاف من التوانسه تيبيعوا بحال داكشي ديال المغرب، طاكوس ساندويشات وداكشي. كنا شحال من مره جينا هنا كلينا، ولكن الدراري قالت بغاو ماكدو ما ماكدو. المهم بغاو الحوت في ماكدو، راك عارف ما كاينش حلال هنا في ماكدو الا هذا الحوت. المهم منها نرتاحوا شي شويه وحنا ناكلوا شي شويه ونكملوا الطريق ديالنا ان شاء الله. خوت اخيب حاجه في الطريق اللي كيكرهها اي واحد، يعني ملي كتكون الطريق عامره، تكون الله يسر شي حاجه واقعه، دابا كنزيدو كنوقفو. نتمنى تسرح الطريق دابا، مبينه ماشي شي حاجه، ولكن الفوق مديكلارين شي 7 كيلومتر. صراحه جينا مرتاحين، ولكن دابا وصلنا حتى الله يساعدي ولات كتحرك وكتزيد، ولكن نتمنى الخير ان شاء الله. هذا هو الصفر، كما كتعرفوا الصفر قطعه من العذاب، ماشي سهل صراحه، فيه ستريس، فيه بزاف المسائل ماشي سهله، ولكن الحمد لله
في نفس الوقت راه حتى هو راه فيه راحه كما تيقول الحديث ديال الرسول عليه السلام: سافروا تصحوا. كل ما الانسان كيسافر كيصح سبحان الله، تيعاود يتيستا من جديد، الصبر ديالو كيعاود يشوف العائله ودير صله الرحم. هذاك راه شي حاجه، شحال ديال المسافه الانسان كيضرب باش يوصل للمغرب يرتاح وباش يشوف العائله وباش هذيك راه بحد ذاتها راه حتى هي صدقه، كتحسب صدقه. داكشي علاش الانسان خصو يصبر في الطريق. عندنا مهم شي 500 كيلومتر باش نوصلوا لبرشلونه. كنا ريزيرفينا على اللوطيل من الدار، يعني شحال هادي مريزيرفونا تقريبا شي سيمانه ولا اكثر، واقع شي 2 سيمانات مريزيرفين على اللوطيل ببرشلونه، النواحي ديال برشلونه، باش نرتاحوا ونعسوا تمايا ونخرجوا ان شاء الله لذاك الليل نسيروا شي شويه. وهذا ما مزروبينش. عاود ثاني حصلنا فواحد هنايا سميتو تبلوكات عاوتاني الطروس كما كتشوفوا. الهي ما عرفتوش كتبان لكم الصوره ولا لا، الغابه كتحرق وشوف شحال ديال الطياير اللي كيطفيو العافيه، ما عرفتوش كتبان لكم راه بعيده شي شويه الصوره. يعني شي الغابه كلها كتحرق لان الطيارات بزاف، يمكن دابا اللي شفت شي 6 طيارات كيجيو وكيمشيو في دقه واحده. ما علينا الا الصبر. ها هي العافيه اللي كانت. عاد طلقنا دابا شي 2 سوايع هنايا حاصلين. ها هي الطيارات هنايا كيطفيو.